بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. مسلسل حضرة العمدة يناقش أحلام النساء في الريف وتولي العمودية وافتتاح صالة الجيم. نجاح كبير حققه مسلسل حضرة العمدة من بطولة الفنانة روبي، حيث ينتظر الجميع في تشوق التحديات الجديدة لروبي في القرية الخاصة بها والخاصة بمسلسل يناقش عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة، منها قضية ختان الإناث في بعض القرى، وأيضا قصة زواج القاصرات. سلط مسلسل حضرة العمدة الضوء على فكرة تمكين المرأة من العمودية، خاصة أن هناك العديد من قرى الصعيد والريف لا تسمح بذلك، حيث تحدث المسلسل أيضا عن أن الكثير من أهل الريف ما زالوا يعتقدون أن المرأة مكانها في بيتها، ويرفضون توليها منصب العمدة على قريتهم. وهذا ما تواجه صفية الفارس أستاذة علم النفس في الجامعة الأمريكية من تحديات مع المعارضين لها في قريتها. من بين الأشياء التي ناقشها المسلسل أيضا إنشاء صالة جيم للنساء، خاصة أن هناك عدد من القرى لا تسمح بذلك للسيدات، إذ اجتمعت صفية والتي تجسد دورها الفنانة روبي ببعض من نساء تل شبورة تحت شجرة الجميز، وعرضت النساء أحلامهن، والتي تتلخص في تحقيق بعض أحلامهم، مثل أتوبيسات للذهاب لمعرض الكتاب وإقامة صالة جيم للنساء. مسلسل حضرة العمدة من بطولة الفنانة روبي، ويشاركها البطولة كلا من محمود عبد المغني وسميحة أيوب وأحمد رزق وأحمد بدير وإدوارد ووفاء عامر ودينا وصلاح عبد الله ومحمد محمود عبد العزيز.